بعد ما تطلقني هتجوز وخلف، وانت يا عم شق طريقك واتجوز وخلف، ويبقى دار ما دخلك شر، ودخلنا بالحلال وطلعنا بالحلال. قالها ايه السهرة دي؟ ده كله علشان خاطر تابوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث. أحداث هذه الحلقة جرت في محافظة من محافظات وجه بحري، لما شاب اتعرف على شابة كانت في كلية من الكليات، وما شاء الله ناس طيبين، وبنت محترمة فوق التمام، وكمال وجميلة جمال ما شاء الله تبارك الله. ودخلوا بالحلال واتجوزوا بالفعل، شبكة ومهر وكتب كتاب وقراية فاتحة واتجوزوا. لكن ربنا ما رزقهمش بأي خلف ولا خلفة ولا أطفال لمدة 16 عام. هنا بدأ ناقوس الخطر يدب بينهم، والفتنة شمال ويمين، وراحوا الدكاترة ما خلوش. الدكاترة يقولوا لهم انتوا الاتنين ما فيكمش حاجة، بس انتوا تحت وعد الرحمن وتحت كف الرحمن. والصبر 16 سنة. الراجل موظف وهي موظفة، لكن زوجها إحقاقا للحق كان هو السبب ان في وظيفتها، اتوسط لها ووظفها في عمل ما، وكمان حججها. وبيت كبير، ما قلش منها في يوم، ما نهرهاش في يوم، ما شتمهاش في يوم، ما قلش كرامتها في يوم. قال لا، كان مخليها شاش فوق الراس، حتى مع اخواته وقرايبه وامه وابوه والكلام ده كله. لكن طول الوقت كان فيه مشادات بينهم كلامية. المشادات كانت تدور بين ان هو بيقول لها انا يمكن اتجوز وربنا يكرمني بخلفة، والباب كبير، انا هبني دار تاني فوق وانت ليكي تحت، والزوجة الجديدة لها فوق، وهنا هتبقى الكلمة كلمتك والشارة شاورتك والأولى أولتك. هي كانت رافضة الموضوع من أساسه. قالت لا، لو كنت هتتجوز يبقى طلقني، وأنا أتجوز وربنا يكرمني بخلفة، وأنت تتجوز وربنا يكرمك بخلفة، ويبقى دار ما دخلك شر. هنا كان الجواز طبعا مش قادر يسيبها ولا يطلقها ولا يسيبها أبدا، لأن هي صراحة كانت يعني غالية عليه، وفي نفس الوقت ما زعلتوش في حاجة، لكن هو موضوع الخلفة بس. قالت له الناس تشرب بعضيها في اللمية. هنا أنا استحملت وأنت استحملت 16 سنة، منك ربنا يرزقنا، لكن أولد أنا مش هقبل بضرة. قال لها مثنى وثلاث ورباع، تيجي له كده يجي لها كده. قالت له لا، أنا بالنسبة لي الضمنة قفلت، الجواز عندي خط أحمر، أنا أحب الحرية ومتربية في بيتنا على الحرية، لا أقبل بضرة ولا أحب الضرة. طب فكري ما تفكريش. قالت له انا فكرت وخلصت تفكيري وقعدت تفكيري في مخي، هتتجوز طلقني، وشق طريقك وانا شق طريقي. يا ست انت بتقولي سوى عليها طوب الارض، وامها وابوها واخواتها وقرايبها، هو اللي يعرف واللي ما يعرفوش. طب انا بس نفسي ابقى ترعيل، هنجيب وهنجيبها، ده اللي هتجوزها دي هخليها تعمل خدها مداس ليكي، هتبقى انت السلطانه الام. قالت له الكلام ده كله ما بيقولش معايا، انا عايشه معاك بمرض الله ورسوله، بس هتتجوز يبقى انا من طريق وانت من طريق. هنا بقى بعد ما تصلوا على رسول الله حدثت المفاجأة الكبرى. وتشتركوا معانا على قناتنا المتواضعة، قناة الإعلامي أشرف فاروق على اليوتيوب، علشان يصلكم كل جديد. فور نشر الفيديو يصلكم إشعار بالفيديو. القناة بتاعتنا بنتعلم منها وبنناقش أخطر وأغرب القضايا والحوادث والجرائم، حتى يرتدع الغير وما يقدمش على فعل هذا الأمر اللي احنا بنحكيه. لما واحد يحاول إنه يعمل جريمة، نتعلم من أخطاء الغير ما يعملهاش، عشان الجريمة العقاب واقع لا محالة يا سادة. مفيش مفر من العقاب، ومفيش جريمة بتتم، لابد أن ينكشف الأمر، لأن ربنا يمهل ولا يهمل، والمستور لابد في يوم ينكشف، اللي ما كشفش في الدنيا هتلاقيه قدامك في الآخرة. يبقى البعد عن الجرائم المفروض نحطه في ذهننا انه يبقى خط احمر بالنسبة لنا. بالفعل الراجل اتفق انه يتجوز معاها
لما هي رفضت بتاتا اتفقوا على الطلاق، راحوا للمأذون، لكن الراجل كان ماشي يبكي. شوف لما راجل يبكي يبقى مش بيبكي من قليل، يبقى ده حدث جلل، يبكي على قساوة الأيام اللي هي حصل بينه وبين زوجته. هذا الذي حدث، عدم الخلفة. وأنا ابتهلت ربنا كتير، لكن ربنا ما رزقنيش بخلف صالح. كان نفسي اتجوز واحدة كمان، وهي قالت له لا، قفلت هتتجوز طلقني. بالفعل راحوا للمأذون واتطلقوا. وسبحان الله يا أخي، تحصل المفاجأة اللي نقول لكم عليها بعد ما تكسروا من الصلاة على رسول الله عشان انتوا تاخدوا أجر وأنا أخد أجر. أبقى أنا سبب إن أنا بقول لكم وذكركم بالنبي. خاب وخسر من ذكر اسم النبي أمامه ولم يصلي عليه، ولم يصلي عليه، عفوا. أي واحد يذكر اسم النبي قدامه وما يصليش عليه، دي أفقر الفقراء وأبخل البخلاء. لأن أنت يا أخي بتصلي على النبي بتاخد حسنات كتيرة، وعمرك بيزداد، ورزقك بيزداد، وبركتك بتزداد في البيت. سبحان الله. صلوا على النبي يا أخي. هنا السادة المشاهدين بعد ما اتطلقت وهو اتطلق، سبحان الله، ما كملش سنة اللي هو راح تقدم لوحده واتجوز، وربنا كرمه بأول طفل. وهي اتجوزت وربنا كرمه برضه، وربنا كرمها بطفل. سبحان الله. معجزة، معجزة انه 16 سنة الازواج تلتقي وقام وطيب قلبه وراح وما زعلهاش ولا زعلته. ولكن لما انفصلوا هي اتجوزت واحد كان متجوز قبل كده، وهو اتجوز واحدة، ودي خلف ودي خلفت. سبحان الله. يبقى انقطعت العلاقات بينهم، ولكن زي ما تقول كان بوابة السماء مفتوحة زي ما بيقولوا. ساعة هي قالت له انت هتطلقني وتتجوز وتخلف، وانا هتطلق واتجوز واخلف. فهنا مثلا لما اقول لك زي ما دخلت مليح افصلوا بالمريح، زي ما دخلنا بالراحة نطلع بالراحة. لا بقى النكد والغصاصة. هو ما كانش هين عليها مراته وهي ما قبلتش بضرها، بس احسن حاجة اللي عمله ده ربنا رزقها واتجوزت، وهو ربنا رزقه واتجوز، وهو عاش في كنف الأصحاب هي وهو، السلام عليكم وعليكم السلام، ولا كان في حاجة دارت. ودلوقتي حاليا ده ربنا كرمها بعيلين، وهو ربنا كرمه بعيل، والعملية مشت معاهم، وهي في حاله وهو في حاله، بعد على بعض السلام عليكم وعليكم السلام، وما فيش حاجة خالص. العبرة من القصة دي والمغزى والدروس المستفادة ان خلاص انا وزوجتي خلفة غير خلفة، اختلفنا مع بعض واتجوزنا، وكان في صلة يعني ميثاق غليظ وحرص متين بيننا، ولكن اختلفنا. خلاص خلاص، ده أبغض الحلال عند الله الطلاق. بس في الطلاق بيمنع برضو مشاكل كتيرة. خلاص، لا هي ما قبلتش، يبقى لا كيدها ولا كيدك، يبقى هي اتطلقت وانت رحت لحالك، وكل واحد يروح لحاله. وهي الدنيا كده، وهي الدنيا كده ملهاش أمان. الدنيا ملهاش أمان، يعني فيها أقرب من الأزواج لبعضهم، ولكن على طاقة حمص دي تنفصل من دي ودي تنفصل من دي. خلاص. طبعا في نهاية الحلقة نترككم في رعاية الله وأمنه. دمتم في أمان الله.